وصلنا مع حضراتكم الفقرة الطبية. تقريبا كده كلنا في الفترة الأخيرة دي خاصة بعد انتشار الفيروسات والأمراض بقينا منتبهين أكتر لأي مشكلة صحية ممكن نواجهها، وطبعا بنسعى لحلها. كمان بقينا عندنا وعي أكتر لأننا نعرف عن أهم الفيتامينز والمعادن اللي ممكن نحتاجها جسمنا عشان ندعم مناعتنا كويس. عشان كده النهارده هنتكلم عن واحد من أهم العناصر لصحة العظام والمفاصل وهو الكالسيوم، مع ضيفي اللي مشرفني ومنورني النهارده دكتور علاء الدين أحمد، المستشار العلمي لشركة بيكس فارما. اهلا بيك يا دكتور. اهلا شيف عظيم، ازيك؟ اخبارك؟ الحمد لله كله تمام والله. الله يخليك. نورنا يا دكتور. الله يخليك حضرتك في الاول وفي الاخر الله يخليك يا رب. وطبعا موضوع فعلا مهم، ويمكن احنا ككل في الفتره الاخيره ما بقاش عندنا الثقافه دي الا بعد ما تعرضنا ل كوفيد. كلنا كنا خايفين وكلنا بدانا ناخد بالنا يعني ايه اهميه فيتامين سي، ويعني ايه اهميه الزنك، ويعني ايه اهميه ندعم جهاز المناعه، ويعني ايه ان احنا نهتم بنفسنا قوي. فخلينا نتكلم عن الكالسيوم، لان الكالسيوم بين قوسين كده عامل مهم قوي قوي لينا احنا يمكن كسيدات اكتر وللاطفال، يعني منذ بدء النشء بتاعه الطفل وتدعم جسمه ان هو صغير وطفل لحد ما احنا بنتاسس عليه. تمام. هو حاجه مهمه. عايزين نتكلم شويه يا دكتور عن نعرف منين عندنا نقص كالسيوم وندعمه ازاي وندعمه بايه وايه هي النسب المناسبه لينا عشان ما نبقاش احنا في خطر. تمام. فدي مهمه بالنسبه لنا. خلينا اقول بس نعزي اهالينا في سوريا وفي تركيا على حادث زلزال. ايوه. بس حضرتك احنا بقالنا فتره بنتكلم على كورس العظم. وانا جاي داخل الحلقه قعدت اتخيل كورس العظم ده، انا تشبهته بانه هو عماره فيها الاساس بتاعها اللي هو فيتامين د. ايوه. وفيها العمدان وفيها السقف اللي هو الكالسيوم. والحيطان اللي هي المفاصل اللي هو الجوينت باكس. وبنرمم الشقه دي كلها وبنرمم العماره دي بالقلب مالتي فيت. انا دخلت في الكورس على طول، بس هو الكورس اوحالي بذلك. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حضرتك بتتكلمي على الفيروسات. ايوه. وانا دايما بقول ان اهم حاجه في الشقه بتاعتنا هو المطبخ. النهارده لو اكل صحي هو هيبقى الاساس لينا في المقاومه لاي امراض. وبالصدفه من غير ما نتفق حضرتك بتتكلمي على موضوع الكالسيوم، وحضرتك تكتشفي من اهم مصادر الكالسيوم بالاضافه للالبان ومنتجات الالبان هي الاسماك، وخاصه الاسماك العظميه. وحضرتك كنت عامله في الحلقه بتاعت حضرتك من شويه السمك. ايوه بالظبط كده. فهي بتيجي يعني هي كلها مرتبطه ببعض، والاساس فيها هو الايه؟ المطبخ. ايوه. احنا قلنا ان لازم يكون في على الاقل من الوجبات حاجه طبعا. ولو كل شهر من الاسماك طبعا. لا هو مش كل شهر، المفروض كل اسبوع يبقى في عندنا وجبه يعني يا دكتور. بس هو اصل هو الاسماك برضو في الاسماك الزيتيه اللي هو الاسماك اللي بيسموها العظميه. اللي هو السردين، التونه، السلمون، كل الحاجات دي اللي هي فيها العظم بتاعها دي مصدر من المصادر الاساسيه للكالسيوم. دي حقيقه فعلا. مشكله الكالسيوم اللي هو بيسموه المرض الصامت. ليه المرض الصامت؟ ممكن يبقى احنا عندنا نقص في الكالسيوم على مدار عمرنا واحنا مش حاسين، ونبتدي فجاه نخش في هشاشه عظام. خاصه عند السيدات بتبتدي الموضوع ده يظهر بعد انقطاع الدوره الشهريه من سن 48 ل 50 سنه. وفي الرجال بعد ال 55 سنه. تمام. يبقى المفروض ان انا اسس من الاول صح. اخد الكميات الكافيه من الكالسيوم. مظبوط. سواء كان رجاله او سيدات. هو مش هي فيها خطوه استباقيه، هو الجنين في بطن امه. لان هو بيبتدي يتكون عظمه في بطن امه. المصدر الاساسي لتكوين العظم في الجنين من بطن امه هو الام طبعا. فلو الكالسيوم بتاعها مش كويس هي هتبتدي تلاقي ايه؟ بتشتكي من هشاشه العظام فتره بدري شويه. مش 45 سنه، ممكن تلاقيها عند 30 سنه بتشتكي من هشاشه العظام. يبقى هو الاساس في الموضوع هو الام والجنين. وبعد كده ان احنا نهتم باكلنا لمصادر الكالسيوم. حضرتك تكتشفي ان مثلا 90% من مصادر الكالسيوم هي الالبان. الالبان ومنتجات الالبان. بس حضرتك تكتشف ان كوبايه الزبادي مثلا فيها 450 مللي جرام من الكالسيوم. حضرتك اثرت في ضمن الاسئله بتاعت حضرتك هو الكميات تبقى المفروض كام في اليوم. السيدات عند سن ال 50 سنه المفروض تاخد من 1000 ل 1200 مللي جرام كالسيوم في اليوم. كويس. كوبايه الزبادي فيها لوحدها 450 مللي جرام، وكوبايه اللبن فيها 250 مللي جرام. يعني احنا المفروض يوميا بناخد كوبايتين زبادي على كوبايه لبن. تمام. بالنسبه للسيدات
عشان اوصل اللي هو التركيز اللي هو ال 1200 مللي جرام من الكالسيوم. النهارده بنتكلم على الكالسيوم اللي هو اتفقنا اللي هو عباره عن العمدان والسقف. ايوه. هو برضو مش الكالسيوم بس، هو الكالسيوم فيه انواع كتير، من اشهر الانواع اللي موجوده في السوق هو الكالسيوم كربونات والكالسيوم سيتريت. ولازم نفرق بين الاثنين ببساطه شديده جدا. الكالسيوم كربونات هو المنتشر لانه ارخص شويه، ولكن مشكله الكالسيوم كربونات ان هو بيأثر في المعده. تلاقي ان معظم الناس اللي بتاخد الكالسيوم في صوره الكالسيوم كربونات دي عندها غثيان، عندها قرصه في المعده، عندها قيء، مل القيء. عشان كده ابتدى يحصل تطور وابتدى يخشوا بالكالسيوم سيتريت. الكالسيوم سيتريت ما فيهوش هذه المشاكل. وعشان كده اول مكمل غذائي عندنا في الكورس بتاعنا هو السيد زيت باكس اللي هو موجود في صوره الكالسيوم سيتريت. وعلى فكره في الامريكان والاوروبيان الكالسيوم هو بروتوكول بيتاخد بعد سن 30 سنه، بتاخد قرص واحد من الكالسيوم وبيديهولك في صوره الكالسيوم سيتريت اللي هو متوفر عندنا في السيد زيت باكس. يبقى النهارده الكالسيوم سواء كان كالسيوم كربونات او كالسيوم سيتريت مهمين، ولكن الكالسيوم سيتريت حللي مشكله اللي بتحصل مع الكالسيوم كربونات اللي هي مشكله المعده. عشان كده كمان كان لازم وانت بتاخد الكالسيوم في صوره الكالسيوم كربونات لازم تاخده مع الاكل. في الكالسيوم سيتريت بتاعنا والسيد زيت باكس لا، بتاخده في اي وقت في اليوم ما فيش اي مشكله خالص. ولكن احنا بنقول ان احنا بنديه بعد الاكل، عشان الناس اللي هو بعد الغداء عشان تبقى مطمئنيه تماما. انما هي حتى لو خدته على معده فاضيه ما فيش اي مشكله فيه. يبقى احنا دلوقتي عملنا العمدان وعملنا السقف اللي هو الكالسيوم، نخش في الاساس بتاعنا اللي هو فيتامين د اللي هو موجود عندنا في صوره الفيتافيكس. وعايز اقول سبحان الله ان الكالسيوم وفيتامين د هما الاثنين وجهان لعمله واحده، حتى تلاقي الاعراض بتاعتهم متشابهه. لان حضرتك اثرت من ضمن الاسئله بتاعتك طب انا امتى اعرف ان انا عندي هشاشه؟ الاعراض ايه؟ الاعراض ايه يا دكتور؟ حلو قوي. هو طبعا المفروض ان احنا اللي هو بيقول لحضرتك انت المفروض كل 6 اشهر تعمل التحاليل بتاعتك. من ضمن التحاليل بتاعتك ان انت بتقيس هشاشه العظام، لان اتفقنا ان الكالسيوم بيسموه المرض الصامت. انت ممكن ما يبقاش عندك اعراض في الاول خالص بس يبقى عندك نقص في الكالسيوم. على فكره الاعراض بتظهر في مراحل متاخره اللي هي من ضمن اعراض هشاشه العظام، وبيجي لك كسر في العظام. ممكن حضرتك تلاقي الكآبه، عندك الارق، عندك مشكله في الاظافر، عندك مشكله في تساقط الشعر. كل دي من اعراض الكالسيوم. وعلى فكره هي نفس اعراض الفيتامين د، لان فيتامين د هو مرتبط ارتباط وثيق بالكالسيوم. هنرجع تاني نتكلم على الفيتابيكس اللي هو الاساس بتاعنا. الفيتابيكس موجود في تركيز الفيتامين د فيه بتركيز 2000 وحده دوليه. الفيتامين د هو الدور الاساسي بتاعه ان هو بيعمل ايه؟ بيزود امتصاص الكالسيوم في العظم. يعني انا لو عندي نقص في فيتامين د وباخد الكالسيوم بالجرعات المطلوبه او الموصى بيها هيبقى لا يمتص. يبقى لازم اديك فيتامين د، او لازم اتاكد ان الفيتامين د نسب اللي موجوده في جسمك هي النسب المطلوبه. ليه؟ علشان فيتامين د بيزود من امتصاص الكالسيوم، من امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم. عشان كده عندنا الفيتابيكس اللي هو موجود على الشاشه دلوقتي بالتركيز بتاعه 2000 وحده دوليه. ودي الجرعه اللي الجسم بيحتاجها في اليوم. بديه بعد الفطار. ده المكمل الغذائي الثاني بتاعنا. كويس. نخش بقى على الايه؟ على الحيطان. ايوه. الحيطان اللي هي ايه؟ اللي احنا بنسميها المفاصل. مشكله المفاصل واربطها والغضاريف. ايوه. تمام؟ وهي اللي حضرتك لما جينا نعرف المفاصل هي التقاء اي عظمتين ببعض عن طريق اربطها وبينهم غضاريف. تمام. عشان كده انا شبهتها بالحيطه على فكره. أيوة. الحيطه اللي بتربط الايه؟ بتربط العمدان ببعضيها. ببعض طبعا. الجوينت بيكس هو فيه 5 حاجات وبيعمل 5 حاجات. اوكي. هتلاقي فيه جلوكوزامين والكوندروتون والهيرونيك اسيد. كويس. دول اول 3 حاجات فيه. ال3 حاجات دول بيعملوا ايه بقى حضرتك؟ لو بصينا على الجلوكوزامين والكوندروتون هم المسؤولين عن تجديد الاربطه والغضاريف. لان الاربطه والغضاريف مع مرور السن او مع زي الموجود عندنا في الشاشه، مع مرور الزمن والسن لما بيكبر والعادات الغذائيه الخاطئه والالعاب الرياضيه والحركات الخاطئه اللي قاعده على الكمبيوتر او ماسك الموبايل لفترات طويله، ايه اللي بيحصل؟ الاربطه والغضاريف عندنا بيحصل فيها مشكله، تبتدي تتهالك وتتاكل. والمفروض ان الجسم بيطلع المادتين دول هما الجلوكوزامين والكوندروتون علشان يعوض او يجدد الاربطه والغضاريف. فبيجي الجسم بعد مرحله من المراحل ما بيقدرش يديني الجرعه او ينتج الكميات الكافيه عشان تجدد الاربطه والغضاريف. زي موجود عندنا كده، احنا ده مفصل من ضمن المفاصل، اتفقنا المفصل عظمتين بيربطوا ببعض عن طريق اربطه وبينهم غضاريف. تبتدي الغضاريف ايه اللي يحصل فيها؟ تبتدي الغضاريف تتاكل. السائل اول حاجه اللي بينهم يقل، تبتدي الغضاريف تتاكل
لما الغضاريف تتاكل يبتدي العظم يحك في بعضه، نخش في مرحله خشونه الركبه، ودي مقدمه لتغيير المفصل. اهميه الجوينت بيكس هنا ان هو بيخليك ما تتحطش في هذه المشكله، وبما ان انا بتكلم على مكمل غذائي فانا بتكلم هنا كحاجه وقائيه. يعني بقول لك خده روتيني عادي جدا عشان ما تخشش مني في هذه المشكله. ايوه. يبقى الجوينت بيكس عباره عن جلوكوزامين والكوندروتون والهيرونيك اسيد. الهيرونيك اسيد ده هو المسؤول او هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف. وده لما بيقل بيحصل صوت الطقطقه. اللي في ناس دلوقتي بدات تروح للحقن فيه عشان تعوض السائل ده شويه. انا بخليك خالص عن موضوع الحقن، وبديك قرص واحد تاخده في اليوم يعوضك عن موضوع الحقن وما يخليكش تخش في هذه المشكله. كويس. يبقى الجوينت بيكس عباره عن 5 حاجات. اول 3 حاجات اللي هو جلوكوزامين والكوندروتون، دول مسؤولين عن تجديد الاربطه والغضاريف. الهيرونيك اسيد ده اللي هو بيسهل من الحركه لان هو ده السائل اللي موجود ما بين الغضاريف. نيجي لاخر حاجتين في الجوينت بيكس، عباره عن مستحضر الجنجر اللي هو مستحضر الزنجبيل، وده بيحسن من كفاءه الدوره الدمويه في منطقه المفصل. تمام. الحاجه الثانيه هو مسكن الالام، لان الناس اللي بيبقى عندها مشكله في المفصل بيبقى ساعات بيبقى عندها الم قوي شويه. ايوه. اخر حاجه عندنا في الجوينت بيكس اللي هو مستخلص البرومالين اللي هو مستخلص الاناناس، ده اللي هو مضاد للتورم. لان الناس اللي عندها مشكله في المفصل في بعض الاحيان بيبقى عندها تورم، عشان كده بنتكلم على الجوينت بيكس زي ما موجود على الشاشه، بيسموه القوه الخماسيه لراحه وسلامه المفاصل. اتفقنا ان هو بيسهل حركه المفصل اللي هو عن طريق الهيرونيك اسيد اللي موجود في الجوينت بيكس، بناء الاربطه والغضاريف عن طريق الهيرونيك اللي عن طريق جلوكوزامين والكوندروتون، كمان بناء عظام قويه، تخفيف ورم المفصل عن طريق مستخلص البرومالين ومستخلص الاناناس، اخر حاجه بيخفف الالام اللي هو عن طريق مستخلص الزنجبيل. تمام. طيب بدل بنتكلم على مكمل غذائي، فالمكمل الغذائي في الاساس بتاعنا هو وقائي. انا بكمل لك الاكل بتاعك. لو هنتكلم على جرعه وقائيه في الجوينت بيكس، يبقى انا بديك الجرعه قرص واحد بعد العشاء. طيب لو انا ابتديت اشتكي او عندي الاعراض بتاعت المفاصل، طقطقه في الركبه، ورم، الم، صعوبه في الحركه، شده الم، مش عارف انام بالليل، يبقى ده كل ده خلي بالك انت هنا ابتديت تعاني من مشكله المفصل، فبديك قرصين من الجوينت بيكس بعد العشاء. كويس. احنا كده اتكلمنا على العمدان والسقف اللي هو السي زد بيكس اللي هو الكالسيوم، اتكلمنا على الاساس بتاعنا اللي هو الفيتا بيكس، اتكلمنا على الحيطان اللي بتربط العمدان ببعضيها اللي هو الجوينت بيكس. بنتكلم على اخر حاجه الترميمه بتاعت الايه بقى، بتاعت الشقه بتاعتنا اللي هو القلب مالتيفيت. تمام. والقلب مالتيفيت على فكره فيه كالسيوم. ايوه. حضرتك هتلاحظ برضو من ضمن الحاجات اللي الكالسيوم بيعملها بيحسن من حساسيه الانسولين في الجسم. الناس اللي بتعمل دايت بيبقى عندها نقص في الكالسيوم، لما يحصل نقص في الكالسيوم تلاقي عندها عمليه الحرق بتقل وتخش مني في مقاومه انسولين. يعني انا عملت دايت، قللت كميه الاكل فالكالسيوم قل، فابتدى الحرق يقل. فعشان كده بنقول للناس اللي بتعمل دايت لازم تاخد القلب مالتيفيت. اوكي. لان هو فيه من ضمن الحاجات اللي موجوده فيه الكالسيوم. ايوه. في من ضمن الحاجات فيه الفيتامين سي، وفيتامين سي على فكره هو المسؤول عن الكولاجين، والكولاجين ده على فكره ماده من ضمن المواد الاساسيه اللي بتساعد في ترسيب الكالسيوم في العظم. تمام؟ مهم قوي يا دكتور، بتروح من عندنا في وقت واحنا في سن صغير يعني. طبعا. القلب مالتيفيت برضه فيه زي ما حضرتك قلت الزنك عشان يقوي المناعه بتاعتي ويحافظ على قوه ونضاره وكفاءه الشعر بتاعي. في مجموعه فيتامين بي، ويجي على راسها فيتامين بي 12 عشان الاعصاب. عشان كده الناس اللي بيبقى عندها السكر القلب مالتيفيت بيكتب لها كبروتوكول. في الفوليك اسيد، بان احنا بنتكلم على السيدات وبيبقى عندها نقص في الكالسيوم، فبالتبعيه بيبقى عندها نقص في الحديد، فالفوليك اسيد موجود فيه. في موجود النحاس بيحسن من كفاءه الغده الدرقيه، وخاصه الغده الدرقيه بقت منتشره الايام دي لان فيها جانب وراثي بالاضافه للاكل. وعلى فكره برضو من ضمن الحاجات اللي بينصح في الغده الدرقيه هي الاسماك اللي حضرتك كنت عملتها في الفقره بتاعت حضرتك. فبنتكلم النهارده على كورس من الفيتامينات، يبقى بتكلم على القلب مالتيفيت، بتكلم على كورس من منتجات العظام، عندي الجوينت بيكس، عندي وده زي ما كده الموجود عندنا على الشاشه. القلب مالتيفيت بيتاخد قرص بعد الفطار، الفيتا بيكس اللي هو مصدر لفيتامين د بيتاخد قرص بعد الفطار مع القلب مالتيفيت. عندنا السي زد بيكس اللي هو مصدر للكالسيوم في صوره الكالسيوم سيتريت بيتاخد قرص بعد الغداء. عندنا الجوينت بيكس اللي هو خاص بالمفاصل والاربطه والغضاريف، باخد قرص بعد العشاء لو انا بديه كجرعه وقائيه. باخد قرصين لو انا اوريدي عندي شكوى من اعراض الام المفاصل. يعني حضرتك كده قلت لنا الجرعه سواء للوقايه او للعلاج. كده احنا عملنا شقه كويسه وقويه وما فيش اي زلزال تاثر فيها على فكره. نبدا من عمر كام ناخد يا دكتور عادي الكورس؟ بص حضرتك، مش مشكله فيه، بمجرد ما انت تقدر تبلع خد، لان الكالسيوم اتفقنا ان هو
مرض صامت، يعني ده بيتوارث او بيتراكم، فانا محتاج اديك كالسيوم من اول ما تقدر تبلع، لان انا ما باخدش جرعات كافيه من الكالسيوم. عندنا دلوقتي الناس كلها بتطلع الشارع وبتلعب وتجري، اللي هم الاطفال، فياخد الجوينت ميكس، وهو اوريدي عندنا مشكله في فيتامين د، واخر حاجه المالتيفيت ده مصدر القوه والطاقه والمناعه. كويس جدا، ما فيش اي مشكله خالص. حضرتك قولي لنا نحصل على الكورس ازاي، وفي معاه بقى هدايا ولا لا يا دكتور؟ بص، هو الهدايا ان الكورس اصلا معمول بهذه الكيفيه، يعني اسعاره اقتصاديه كويسه. ايوه، ودي من ضمن الهدايا اللي فيه. مهم قوي نعرف اصدقائنا. انت بتتكلمي على كورس وبيكفي قد ايه فتره؟ بص حضرتك، ده بيكفي شهر، وهو موفر جدا وسعره مناسب لجميع الاسر المصريه. بيطلب عن طريق الارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه. وعلى فكره التليفونات دي اللي بيردوا عليك فريق طبي متخصص، علشان بيعمل لك فايل كامل، بيسالك بعض الاسئله، وبيطلب منك ساعات في بعض الاحيان بعض التحاليل، وبناء عليه بيحدد لك الجرعه، وبيبقى فيه متابعه بصفه منتظمه. يعني هو مش مجرد ان حد بيتصل ياخد الكورس والسلام، لا هو لازم يعرف هياخده ليه. في متابعه، وابتدي هل الكورس جاب معاك نتيجه؟ طب ما جابش معاك نتيجه؟ لا، كان انت بالظبط كده انا بنقل لك وحده خاصه بعياده العظام لبيتك. كويس جدا. طبعا الفكره فيها دكتور انه اقراص، وان احنا نقي نفسنا من حاجات العظم اللي بنتعرض لها اللي بره. في ناس نقي نفسك بتتعب بمكمل جدا غذائي وليس بماده كيميائيه، دي مهمه جدا. اللي هو احنا نلحق نفسنا في الاول كوقايه قبل ما نحتاج للعلاج. على فكره زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا قبل كده ان الكورس ده موجود في بعض المستشفيات الكبرى في القاهره وفي الجيزه وفي اسكندريه، وده دلاله على الثقه في الكورس بتاعنا. طب دي حاجه جميله يا دكتور. قولنا بقى نصيحه كده، يعني نخلي بالنا منها احنا كسيدات في التصرفات، في الحاجات اللي بنعملها. ايه الخطا اللي ممكن نتلاشاه ونخلي بالنا قوي موضوع العظم؟ بص، لازم احنا لازم يبقى عندنا كلنا الثقافه الغذائيه. يعني النهارده احنا على فكره الحلقه بتاعتنا كلها ادينا فيها كام معلومه. ان الكالسيوم هو المصدر الاساسي بتاعه الالبان ومنتجات الالبان، ولكن الاسماك هي مصدر برضو اساسي للكالسيوم. تمام. زي ما اتفقنا قبل كده، زيت السمسم، معلقه السمسم فيها كانك بتشرب مع كوبايتين ونص لبن. كوبايه الزبادي على فكره الكالسيوم اللي فيها ضعف اللي موجود في كوبايه اللبن. ايوه. يبقى لازم نبقى ست البيت لما يبقى عندها الثقافه الغذائيه، واقف في المطبخ هي واقفه بتعمل ايه؟ ولو الناس بتتفرج على الشيف عظيمه دايما بتقول الحاجه وبتقول اللي فاده منها ايه؟ يعني ده في كذا، ده في كذا. على فكره برضو الكرنب من ضمن الحاجات المصادر الاساسيه للكالسيوم، بس طبعا هو الاساس في مصدر الكالسيوم هي منتجات الالبان. والله يا دكتور احنا يعني مش عارفين نقول حاجه ايه بجد. هو الكورس جميل. حضرتك قول لنا اخر مره اللي عايزين نحصل عليه من الارقام، وانه في فريق طبي. بص حضرتك، هو زي ما اتفقنا ان هو ده موجود ارقام على الشاشه. ايوه. حضرتك بتتصل بالارقام دي، في فريق طبي متخصص بيرد عليك. ايوه. عشان يحدد لك الجرعات المناسبه، وفي لو في تحليل بيطلبها منك، وبيتم متابعه بصوره منتظمه. انا اللي على فكره الفيديو ده هو الاساس بتاع الموضوع كله. ده بيوري لحضرتك المشكله بتحصل ازاي. ايوه. احنا وهي دي برضو من ضمن الثقافه. على فكره الغرض الاساسي من الفقره بتاعتنا هو الناس يبقى عندها الثقافه. صح. لما يبقى عندك الثقافه هتعرفي ازاي تتعاملي مع جسمك. مظبوط. ومع اكلك ومع اي حاجه بتخص جسمك. متشكرين جدا يا دكتور، والله بجد نشكر حضرتك لوجودك معايا. اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفي اللي شرفني ونورني، دكتور علاء الدين احمد، المستشار العلمي لشركه بيكس فارما. نورتنا وشرفتنا. شكرا ليك يا فندم. واشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. سعيده بوجودي معاكم وظهوري على شاشه الاهلي، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسعاده وسلامه، والسلام عليكم.